السلام عليكم ورحمة الله. نحن كبشر بسيطين بنجد مفهوم الاعتداء عندنا برضو بسيط، اعتداء لفظي أو اعتداء باليد اللي هو بالضرب أو باللفظ. لكن عند ربنا الاعتداء مختلف جدا في التعريف. فربنا بنص واضح في القرآن الكريم قال مناع للخير معتد مريب، وفي نص آخر مناع للخير معتد أثيم. ربنا عنده الاعتداء هو انك تمنع الخير من اخوك. يعني تخيل انه واحد عنده قيمة مادية عايز يعطيها لشخص، انت تقوم تقول له يا اخي الشخص ده اذا انت اعطيتها له بتخرب طبعه او تاني ما بيمشي شغله او كده بيعتمد عليك. انت هنا الظاهر بتاعك يعني نصحت، لكن الباطن انت كان ده مجرد حسد منك. او في بيئة العمل يجيك المدير يقول لك يا اخي فلان ده كويس وانا شايفه نشيط وبيجي بدري وكده، انت تقوم تقول له اي والله، لكن تبدأ تذكر في اشياء سيئة وتقوم تقول له والله يا اخي انا شايف اولى بيها فلان. او في في المجالس يذكر شخص بالسيرة الطيبة، انت تقوم تقول لهم يا اخي انتوا لو بتعرفوا اللي انا بعرفه عنه ما كنت قلت الكلام ده عنه، وتبدأ تزيم فيه. فخلاف منع الخير بالطريقة دي ربنا برضو قال شنو في سورة النساء؟ الذين يبخلون ويأمرون بالبخل. اللي بيبخلوا بيأمروا بالبخل ديل، وفي الآية في نفس الآية بتجي تلقوا ومن فضله. يعني هم شنو من فضل الله الله أعطى لهم بيبخلوا ويأمرون بالبخل. برضو إذا امتنعت عن معلومة أو عن حاجة أنت ممكن تقدمها تفيد بها إنسان وأنت احتفظت بها لنفسك، برضو صدقني ده اعتداء على أخوك. عشان كده ربنا قال أعد لهم عذاب مهين، يعني فوق للعذاب إهانة مع العذاب. فالحمد لله على نعمة البصيرة قبل البصر، والحمد لله على نعم، والله على نعم كثيرة ما طلبناها، لكن والله أعطيت لنا بدون مجهود، وحتى إن كان الدعاء لا يحتاج مجهودا. أسأل الله الهداية للجميع ويشفي كل من به مرض في قلبه. وما تخلي الفيديو ده يجيف عندك لو استفدت منه، عشان ما تكون من الذين يحبون البخل ويأمرون به. وشكرا.